شوف مع بعض اول حاجه هنا هتلاقي حارس المرمى وصل للكره. طالما حارس المرمى وصل للكره قبل لعيب نادي الزمالك وفي مسافه زي ما احنا مش شايفينها مع بعض، فطبعا هنا اللي نجح في لعب الكره الاول خلاص ما عليهوش مخالفه. اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا فاول على لعيب طلائع الجيش. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا فاول على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لعيب طلائع الجيش، وهنا طبعا استخدام اليد موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا كان لاعب طلائع الجيش بيطلب ضربه جزاء. الكره دي ما تعدتش، يعني لعبه زي دي فريق بيطلب ضربه جزاء لازم المخرج يعيدها ويجيب لك الصوره توضح هل في ضربه جزاء ولا لا. لكن هنا المخرج ما عادش اللعبه ديت، ودي حاجه تخليك تشك في اللعبه هل كان فيها ضربه جزاء والمخرج ما رضيش يعيدها ولا لا. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا فاول على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لعيب طلائع الجيش، وطبعا هنا استخدام اليد موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها وهو الهدف الاول لفريق طلائع الجيش. شوف مع بعض هل لعيب طلائع الجيش اللي انا معلم عليه ده بالسهم في وضع تسلل ولا لا. خط الفار اكد ان لعيب نادي الزمالك القدم مغطيه اللاعب، هنا الخط الازرق دوت مع قدم لعيب الزمالك، فطبعا هنا قرار ان احتساب الهدف قرار صحيح ومفيش اي تسلل. نروح للحلقه اللي بعديها، الحلقه دي مهمه جدا. هنا في لمسه يد من لعيب نادي الزمالك، وفي تعمد اللاعب ان هو فارد اليد، وفي تعمد ان هو يوقف الكره باليد. عايز اقول لك ان اللعبه ديت الحكم في البدايه ما كانش حاسبها، لولا حكم الرايه هو اللي قال له ان في لمسه يد موجوده، فحسب المخالفه. لعبه زي ديت لازم الحكم يحسبها مخالفه على لعيب نادي الزمالك، واقل حاجه يبقى معاه انذار. لكن الحكم نفسه ما كانش حاسبها لولا حكم الرايه هو اللي قال له عليها. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا فاول على لعيب نادي الزمالك. برضه لعبه زي ديت الحكم حسب المخالفه، بس استخدام اليد بالطريقه ديت لازم برضه يبقى معاه انذار. لكن هنا الحكم حسب المخالفه بدون انذار. نروح للحلقه اللي بعديها اللي لعيب نادي الزمالك كان بيطلب بضربه جزاء. شوف مع بعض اول حاجه هنا هتلاقي حارس المرمى وصل للكره. طالما حارس المرمى وصل للكره قبل لعيب نادي الزمالك وفي مسافه زي ما احنا مش شايفينها مع بعض، فطبعا هنا اللي نجح في لعب الكره الاول خلاص ما عليهوش مخالفه. الالتحام اللي هيحصل بعد كده هوت تكمله للعبه زي ما احنا مش شايفين مع بعض. هنا لعيب نادي الزمالك بيكمل جري على حارس المرمى، يعني كان ممكن يغير اتجاهه لان في مسافه، لكن هو كمل جري. طب حارس المرمى في الهواء هيودي جسمه فين؟ فالطبيعي ان يحصل معاه الالتحام اللي احنا هنشوفه دوت. فهنا طبعا ما فيش ضربه جزاء على طلائع الجيش، وقرار الحكم قرار صحيح ان ما فيش ضربه جزاء، واكد عليها كمان حكم الفار. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا فاول على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا لمسه يد على لعيب طلائع الجيش. شوف مع بعض هنا هتلاقي اللمسه اليد موجوده، وهنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. دي كانت اهم الحالات التحكيميه معانا النهارده في مباراه نادي الزمالك وفريق طلائع الجيش.